هجمة لصالح فريق مدريد، الكرة تحت سيطرة لاعب جولر الذي يحاول المرور، فيلعب الكرة بمشط قدمه اليسرى إلى الجهة اليسرى، فتصبح قريبة من لاعب مدافع فريق فالكانو باتيسيس الذي يتقدم باتجاه لاعب الكرة. هنا جولر تصطدم قدمه اليمنى بالقدم اليسرى، مما أدى إلى تعثره وسقوطه داخل منطقة الجزاء. لا وجود لمخالفة وقرار الحكم صحيح بصلاحية اللاعب. الدقيقة 65، الحالة الثانية في الدقيقة 65، هجمة لصالح فريق مدريد، الكرة بحوزة بينغهام يواجه نوبل ماندي لاعب فريق ريال فالكانو الذي استطاع أن يقوم بعملية زحلقة ويقطع الكرة التي أصبحت خلف بينغهام. هنا طبعا حصل بالتالي احتكاك، لكن احتكاك نتج عن المنافسة على الكرة والوصول إليها من قبل نوبل ماندي، وبالتالي لا وجود لمخالفة ولا وجود ركلة جزاء لصالح ريال مدريد عند الدقيقة الخامسة والستين. الدقيقة 87 ركلة ركنية لصالح فريق ريال مدريد، ونفذ الكرة إلى داخل منطقة الجزاء مرفوعة. كان هناك امبابي تحت رقابة تشافاريا لاعب ريال فالكانو، حيث كان هناك مسك متبادل بين كلا اللاعبين، حاولا التخلص منه، لكن بقي المسك مؤثرا على كلا اللاعبين، وبالتالي لا وجود لمخالفة لوجود تزامن بعملية المسك من كلا اللاعبين في نفس اللحظة، وبالتالي سقط مبابي باحثا عن ركلة جزاء. قرار الحكم كان صحيحا بصواب اللاعب. الدقيقة 95، الدقيقة الخامسة، الوقت بدل ضائع المضاف لنهاية الشوط الثاني، كرة مرفوعة إلى حدود منطقة مرمى فريق ريو فالكانو باتجاه مبابي الذي كان يتحرك خلفه تشافاريا لاعب رقم 3 للمدافع لفريق ريو فالكانو. مبابي كان يمسك بيده اليسرى قميص اللاعب من الصدر، فيما كانت اليد اليسرى للاعب تشافاريا كانت تحيط بخصر مبابي. طبعا لا وجود لمسك مؤثر في هذه الحالة، وهناك مسك مشترك من كلا اللاعبين، لكنه ليس مسكا مؤثرا أو معطلا أو مانعا لحركة اللاعبين. طبعا الكرة تذهب خلف اللاعبين، مما يجعل مبابي يحاول العودة إلى الخلف بظهره في محاولة للحصول على الكرة أو السيطرة عليها. طبعا يحدث احتكاك والتحام طبيعي بين كلا اللاعبين اللذان كانا يبحثان عن تنافس للوصول إلى الكرة. يسقط على اثرها مبابي في محاولة أيضا التأثير على قرار الحكم للحصول على ركلة جزاء متأخرة من المباراة. قرار الحكم كان صحيحا باستمرارية اللاعب، لا وجود لمخالفة مسك مؤثر على لاعب رايو فالكانو تشافاري.